تحليل أداء نادي الزمالك بعد فوزه بالمباراة للمباراة رقم 5 على التوالي. 5 أهداف للمباراة الرابعة على التوالي، مش الخمسة، المباراة الرابعة على التوالي. يحرز الزمالك 5 هدف من ضربة ركنية، وأفضل أعيدها وذاتها، احنا بنتميز بالضربات ركنية رائعة من المبدع زيزو. شفنا أراجعها تاني معاكم وكل فيديو عشان يبقى فال حلو إن كل ماتش عندنا جون من ضربة ركنية. أول ما معتمد جمال مسك جبنا أول جون، الجون الأولاني التعادل في بيراميدز، ادي كده أول واحد. تاني واحد لما زيزو رفعها تاني وجابها ناصر منسي، ادي كده تاني جون في بيراميدز. تالت جون لما جه في ماتش فيوتشر رفعها زيزو وحصلت دربكة وهوب ونضاي جابها. رابع جون في أبو سليم لما اترفعت وعلى طول الزمالك جاب جون من طريق أوباما. آخر جون اللي هو النهاردة الخامس قدر عن طريق زيزو برضو رفعها، دونجا عمل بيها اسيست، جابها سيف الدين الجزيري. إذا نادي الزمالك عنده قوة رائعة في الضربات الركنية، بيحسدنا عليها كثيرين، وبيحسد عليها بعض الأندية اللي بيجيبوا ضربات ركنية وميستفوزوش بيها. فده سلاح مهم جدا، وبشكر معتمد جمال عليه إن هو استفدنا منه كتير الحمد لله. ونيجي بقى بعد كده، عايز أحيي من معتمد جمال لإبراهيم صلاح. النهاردة إبراهيم صلاح المدير الفني للشباب بالزمالك قدر يفوز على النادي الأهلي في قمة دوري جمهورية بتاع الشباب، فاز 2-1 رغم إن الحكم حسب ضربة الجزاء الأولى هي ضربة جزاء صحيحة على فكرة اللي ضاعت، أما ضربة الجزاء التانية اللي اتطرد على أساسها إبراهيم صلاح ليس لها علاقة بأي ضربة جزاء. أنا معرفش إزاي أصلا دي ضربة جزاء، ودخلت جون وبقت 2-1. طبعا شفنا الهدف الأول كان عالمي، هدف عالمي من ياسر صلاح مهاجم الزمالك. فاحنا بيبان الماتش ده مش مهم في حاجة بالنسبة لنا كقمة، لكن يبين لك ان انت كناشئين عندك منجم لعيبة كانوا عملوا اداء رائع جدا جدا. والنهاردة وليد معاذ اللي صد ضربة الجزاء متأيد في الكونفدرالية مع الزمالك على فكرة. انت عندك منجم، بس الناس دي محتاجة فرصة حقيقية عشان خاطر من خلالهم يقدروا يصعدوا بالفريق الأول ولأعلى الدرجات. نيجي بقى حاجة تانية مهمة جدا، ناس تختلف وتتفق على شيكابالا، يقولك هو المفروض يلعب آخر نص ساعة، ناس تانية يقولك لأ المفروض يلعب أول ساعة ويطلع. والله يا جماعة هي قصة مش في كده، هي قصة حسب تكتيك الماتش نفسه. ما في ناس يقولك طب انت زي المذيع النهاردة قالك خلي زيزو يطلع عشان في ضرب. ما هو يا جماعة حسب سير المباراة، في حاجة في الملعب لازم تعمل. فشيكا استفدنا منه أول نص ساعة، أول ساعة وجاب جون. مش يمكن لما ينزل نص ساعة والدنيا معقربة الدنيا متقفلة، هو مش عارف الأجواء نفسيا هيبقى نازل متضايق. فهي بيبقى يا جماعة حسب ماتش، وحسب كل ماتش له ظروفه. أنا بس مش عايز ننسى مع بعض يا جماعة اللايك وسبسكرايب عشان الفيديو ينتشر للكل. تاني بعد إذنكم مش عايزين ننسى اللايك وسبسكرايب عشان الفيديو ينتشر للكل. فمش هتفرق يلعب شيكابالا أول نص ساعة أو أول ساعة، المهم هو بيلعب، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في تقدم للزمالك. ملحوظة بس مهمة أخيرة، النهاردة في ماتش الناشئين حضر المباراة أحمد فتوح بتيشيرت الزمالك الأزرق، عشان بس الناس معلومة ليهم يعني، ومعاه الزناري ومع أحمد حسام ميدو ويحضروا المباراة، كانوا قاعدين مع بعض بيتفرجوا على الماتش. هل دي دلالة؟ ده اللي احنا هنعرفه الأيام اللي جاية، بس الأيام الجاية فيها تطورات كتير جدا، في أحداث كتير جدا هنعرفها برضو الأيام الجاية. شكرا ليكم، وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك وكل الفرق المصرية في البطولات الأفريقية.